السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومفيد ومعلومات جديدة مع قناة تجربتي. الفيديو النهاردة هتكلم فيه عن معلومة كده لفتت نظري. كنت بتفرج على مسلسل رأفت الهجان، ولفت نظر اجتماع القادة والضباط الإسرائيليين. كان طبعا المفروض الاجتماع ده كان قبل حرب 73، فظابط منهم قال ما تنسوش ان احنا الدولة الوحيدة اللي حدودها الأربعة مع أعداء. الكلمة ديت لفتت نظري. تخيل ان اسرائيل هي الدولة الوحيدة اللي في العالم كانت حدودها الاربعة كلها مع اعداء: مصر وسوريا والاردن ولبنان. طبعا الكلام ده كان قبل 73، وبعد حرب 73 عملوا معاهدة السلام مع مصر. الحتت اللي كانوا محتلينها في الاردن سابوها، واخر حاجة كان سنة 84 القطعة اللي كانوا محتلينها في جنوب لبنان تركوها. فاتحولت العداءات دي كلها بفضل الاتفاقات اللي عملوها والتطبيع من أعداء إلى دول صديقة مجاورة، ما بقاش فيه عداء ما بينهم. تخيل إن دولة حدودها الأربعة مع أعداء عايشة وبتخطط وبترسم على الأمد البعيد إنها تبدأ تحول العداءات ديت لصداقات. فتخيل حضرتك كده بتبقى انت قاعد بس في شوية مشاكل كده وحاسس ان الدنيا مقفولة حواليك، فما بالك بدولة كل حدودها كلها مع اعداء، بتتحرك وبتخطط وبترسم وما جالهاش احباط. بالعكس، كانوا دايما بيشتغلوا على التخطيط دوت كأنهم بيفحطوا في الجبل، وفعلا بدأوا يوصلوا اللي هم عايزينه وبدأوا يخططوا لما هو أكبر من كده. يا ريت تكون المعلومة دي جديدة بالنسبة لكم، ولو عجبك الفيديو يا ريت اشتراك ولايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويشرفني دعمكم ليا واشتراككم في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.